صوتك الله يجزيك خير. أبلغت نائب آل ثوبان أن إخوة لكم وعصب كف ويد في يد وراس براس، لا ينفصل إطلاقا ولا ينشق صفها لقنامة حية، وهذا ما يجب أن نعمل عليه. فيما يتعلق ما ذكرتم من واجب لنا فوالله الولي الحليم ما يعرف، ولكنه مقدر ومثبت لنا ونقدر. نحن حضرنا هذا العشي لأننا نرى أننا معنيين في هذا الأمر كما أنكم معنيون يا آل ثوبان بالذات ومن زادكم من الله يستر عليكم. الله يستر عليكم. معنيين، وليس لنا فضل في الحمر. ونحن فضلنا ورأينا أنه بدل ما نأتي نرحب بأحمد بن حسن البطل الذي توجنا أبطال كلنا، بدل ما نأتي نرحب به في بيته نستقبله، وهو يستحق ويستحق. احنا حضرنا مستقبلين معكم، وحنا شركاءكم فيما خف وثقل. اصنعوا ما شئتم واعملوا ما شئتم واقيموا ما شئتم من مناسبات، واهل قنا لم يحضرون عبث ولا السلام عليكم وعليكم السلام. كلنا من توكم وقلوبنا معكم ومنذ بداية المشكلة. وأؤكد للجميع لولا أن حكومتنا الرشيدة حفظها الله قد طوقت المملكة بالرجال وبالسلاح وبالعتاد، والله إن رايحين وراء أحمد بن حسن لو ما يروح من رجل واحد ما بقى من رجل. وأنا لا أقول في المقدمة، أنا في المقدمة بنفسي، لكن لما في الرأي والمشورة والعلم الغانم فأنتم أهله. أنا ما غير أخذكم بالكلام وأنتم ولا توجوننا بالعلوم الزين. نحن أخوان مستقبلين معكم لابننا جميع هذا البطل المغوار، ولعلمكم أنه لا يؤسر إلا البطل. قد يقتل القتيل مدبر أو مقبل، لكن الأسير لا يؤسر إلا وهو مقبل. هذا الرجل وأمثاله من الرجال الذين آثروا النصر أو الشهادة أو الأسر على أن يتركوا موقف، فبقوا حتى تآمرت عليهم هذه الطغمة الفاجرة البائرة المجرمة. ابننا أحمد في عيوننا جميع وفي قلوبنا جميع، ونحن نشاطركم ونشارككم هذه المناسبة، ووالله إنها من أغلى المناسبات أن يأتي رجل من هذه القبيلة من منطقة ومن علم غانم يحمل العلم